فين مشكله القمح عندنا في مصر؟ ليه ما بنزرعش كميه كافيه؟ هو السياسة السعرية هي العائق الوحيد. هو زي ما العمدة قال كده ان لما كان محصول القمح من سنتين وصل سعره لارقام عاليه، وصل لحد 400 جنيه للارداب، والفدان في المتوسط بيجيب من 12 ل 16 ارداب، فكان العائد بتاعه عالي، فالفلاح وجه كل جهده لزراعه القمح. لما نزلت سعر القمح، واحنا طبعا مرتبطين بالاسعار العالميه، فطبعا فقد الفلاح العائد، اصبح القمح ما بيغطيش تكلفته. فاحنا برضه في احتياج ان الدوله تتبنى يكون في صناديق تؤمن الفلاح الفوارق في الاسعار. دي فكره ان هو يحافظ على مستوى سعر معين. توازن بين لو الدوله توفر صناديق تحافظ على توازن الاسعار، الفلاح هينتج قمح ونوصل للمستوى الاستراتيجي بتاعنا. يمكن احيانا بيقولوا ان مصر مثلا بتطلع حوالي 60% من احتياجاتها من القمح، وده برضه شيء مطلوب. طب هنا خلينا الميه. نعم، احنا النهارده من ضمن الامور اللي متهم بيها الفلاح المصري ان هو لا يتعامل مع الميه بشكل فيه اقتصاد، ولكنه بيستهلك الميه بشكل غير مسرف في استخدام الميه. انت شايفين ده ازاي؟ فين مشكلته تتحل ازاي؟ وده صحيح ولا لا؟ هو اللي احنا كنا الاول ما كان الفلاح بيجي يزرع ارضه كان بيعمل في وسط غيطه حاجه اسمها مجرى مائي. المجرى المائي ده القناية ليه مسمى عندنا في الفلاحين، كنا بنقول عليه الفحل الغيط. فكان ده بياخد حجم ميه معين. وكنت اقف على الحوال واسقي ارضي بمقنن. الارض كانت بتتقسم وتبقى بسقيها بمقنن، وانتقل خطوه خطوه لحد ما اخلص ارضي. عكس الوضع دلوقتي، مواتير شغاله على راس الغيط واللميه نازله بتغمر على ما توصل نهايه الغيط يكون الجزء الفوقاني تشبع بالمياه، وده كان ليه دور وده دور سيء في مستوى الماء الارضي واستهلاك وعدم استرشاد الارض بالذات بيسموها طبلت فيه. واحنا برضه كفلاحين بنسيء في حاجات تانية. انا راجل عندي القريه اللي انا فيها نهايه ترع، يعني الترع جايه من الترع الرئيسيه للفرعيه. انا في نهايه الترع وبعاني سنويا من شهر 3 لحد شهر 8 من مشكله انقطاع المياه. على ما بتجيلي اللميه المقرر بتاعي ليا 5 ايام في الاسبوع او 5 ايام في الدور اللميه، على ما بتجيلي بتكون المناوبه بتاعتي انتهت. وعانينا من ده كثيرا، وعملنا ابيار التوازي، وبرضك كنا نادينا. ايه الحل؟ هو المشكله هنا الاول مين متسبب في ده؟ نقص الميه بس ولا الفلاح واسلوبه وطريقته في التعامل؟ وايه الحل؟ كله مشترك. كلنا مشتركين فيه. يعني لما بالنسبه للمقررات الاميه برضك ما كنا بننادي وبنروح المكاتب وبنروح مهندسين الري وبيقفوا معانا، بس علشان تجي لي اميه على مساحه 2-3 كيلو ما فيش. عملوا لي بديل، يعني في القريه اللي انا فيها عملوا لي بديل. جم في بدايه الزمان بتاعي وعملوا حفروا بير توازي وشغلوه. طب البير دلوقتي بيشتغل لي امتى؟ يشتغل لي في الدور بتاعي في ال7 ايام اللي ليا. البير بيقول لي الراجل اللي شغال عليه بياخد وقود قد كده يشغله في اليوم 2-2 الوقود اللي بياخده يشغله في اليوم 2 طب يا سيدي انا مستعد كفلاح اتحمل الوقود بتاعه وشغلوه لي. ما الحكايه مش حكايه وقود بس، حكايه وقود وميه. ايوه حكايه اسمها رايك. هو يعني برضه في خلل اجتماعي حصل في القريه المصريه. مهنه الزراعه الاول كان بيمتهنها الفلاح المصري اللي مقتنع بيها، متربي فلاح ابن فلاح بيمتهن مهنه الزراعه، فكان فاهم الزراعه وتكلفتها واعبائها وكان بيحب المهنه دي. النهارده نتيجه التعليم بقى الولد المتعلم ما بيحبش الزراعه ولا بيحبش مهنه الزراعه، وبدا ينزل في القاهره او ينزل في المدن الكبرى يشتغل في المعمار ويشتغل في الحاجات دي. فعشان يعني يسيب الزراعه، يسيب ان هو يشتغل وينزل يشتغل معمار في المعمار بالظبط كده. فما بقاش مقتنع بمهنه الزراعه وما بقتش بتجيب له عائد كويس. فاصبح اللي بيباشر الزراعه الفلاح الكبير البسيط التعبان البطلان في السن، والشباب مش موجود. زمان كان الشباب الفلاح كان بينتج ونشيط ويقوم الفجر
مع ابوه، مع شارب مهنه الزراعه صح. النهارده بيسهر هو للفجر جنب الدش وجنب الحاجات دي. فالنهارده لما بيروح يسقي وهو عايز يسقي مثلا يساعد ابوه ولا بتاع، بيفتح الميه بكميات اكتر من المطلوب وينام ولا يسهر ولا يروح طب ايه الحل؟ هو احنا عايزين برضو يعني احنا قلنا ده خلل اجتماعي يعني برضو يعني لانه يعني كل مشاغله دلوقتي ان هو يسهر يتكلم يلعب يتكلم في موبايلات وبتاع. هو الحل ان احنا برضو ارشاد مش اكتر وتوجيه، لان ده امن قومي. الفلاح المصري ضد التطور، يعني ما عندوش استعداد انه يتعامل مع المعطيات العصر الجديده والتكنولوجيا الجديده. لا مش ضد التطور، لا بالعكس. بدليل ان هو النهارده مواكب كل الاحداث العالميه. لا هو مش ضد التطور، بس هو محتاج توجيه. يعني فكره الميكنه الزراعيه واستخدام الماكينه ده افضل شيء، الميكنه الزراعيه حتى لو بيقلل من عدد بس الميكنه الزراعيه دي فيها هي مطلوبه جدا. الميكنه الزراعيه دي هتقلل من تكلفه الانتاج لكن هي مطلوبه بحاجه تانية. احنا عندنا تفتيت للرقعه الزراعيه زي ما الحاج بيقول مثلا كان البيت الاول فيه 5 أفراد عايشين على 10 فدادين، النهارده بقى 50 فرد على نفس ال10 ويمكن اقل نتيجه اللي باع واللي فقد واللي كده يعني، او اللي بنى على الارض وكده. فالتفتيت بتاع الارض الزراعيه دي ضعفت الانتاجيه. فاحنا في احتياج دلوقتي الميكنه، بس الميكنه اللي تتوائم مع المساحات الصغيره، لان النهارده الميكنه اللي موجوده حاليا على مساحات واسعه لا تصلح الا للمساحات الكبيره. الكومباين النهارده عايز 100 فدان ولا لكن لما النهارده احنا نوفر آلات صغيره تساعد الفلاح في ضم المحصول، في رش المحصول، في الحاجات دي، وتتوفر باسعار مناسبه. وده دور الهيئات الصناعيه بقى الاخرى المختلفه، مش وهنا دور الدوله برضه في انها توفر نوعيه الميكنه بالشكل ده للفلاح اللي تتوائم مع الفلاح، تتوائم مع طبيعه الفلاح والطبيعه المصريه وطبيعه الارض. ايوه يا حاج، الميكنه موجوده. طب الفلاح ليه بيتجه بيبيع ليه عن الميكنه؟ ليه؟ انا عندي الفلاح بيبص لصاحب الاله اللي في القريه. صاحب الاله اللي في القريه القراط اللي كنت بحرته بجنيه النهارده بحرته ب4 جنيه وب6 جنيه. طب انا عندي عايز لي عشان فدان 200 وشويه. صاحب الاله اللي موجود عندي في القريه هيستنى عليا لما احصد. الاله عايزه فلوسها جاهزه علشان يا اما يطلع بقى على بنك التنميه بقى علشان اللي هيلففني الدنيا بحالها، يا اما استسهل اموري واجيب صاحب الجرار اللي عندي في القريه وصاحب الحاجه اللي هيصبر عليا لنهايه الزرعه واخليه يشتغل رغم وجود الآلة. وهنا جاز الفكره الثانيه اللي هي فكره تجميع الاراضي المفتته دي في تجمعات للفلاحين، ويبقى انتوا كمجموعه عندكم الاله بتاعتكم اللي تقدر تشتغل بيها، اللي هي اتحادات وده اللي مش ممكن يتم الا بتدخل برضه من الدوله انها تنظم العلاقه، توجيه واشراف، مش تفرض على توجيه واشراف. هي توجيه واشراف. دور الارشاد. طب هنا وقتنا قرب يخلص، لكن في موضوعين مهمين عايزين نقف قدامهم، وهو موضوع بنك التنميه والائتمان الزراعي. ايوه ده مهم. معاناه الفلاح من بنك التنميه والائتمان. ايه ملامح المساله دي، وانتوا شايفين برضه حلها ازاي؟ في اجراءات تمت وفي قرارات تمت وفي رئيس مبارك خد قرار باعفاء الفلاحين من بالمناسبه الطيبه دي بنشكر فخامه السيد الرئيس حسني مبارك انه اعفى عشرات الالاف من المواطنين الفلاحين البسطاء من الاعباء الماليه اللي كانت عليهم، لان كانت ديون بتثقل الفلاح البسيط. لكن النهارده للاسف بنك التنميه والائتمان الزراعي برضه بالرغم من التسهيلات اللي بيعملها، لكن في عوائق بيعملها دلوقتي، ان هو مثلا واحد يروح يصرف قرض 500 جنيه 1000 جنيه سلفه زراعيه، يفاجئ بان هو يطلب منه 30 جنيه عشان يعمل استعلام بنكي.